بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كابتن محمود الخطيب يوجه ضربة قاسية لأحمد حسام ميدو، ومحاكمة مرتضى منصور، وفنكوش خالد الغندور، وانتصار أحمد شوبير على خالد الغندور. نبدأ بخالد الغندور. كابتن خالد الغندور يعني وجع دماغنا بقاله أكتر من كام يوم ان امام عاشور خلاص خلص في النادي الاهلي، وكابتن محمود الخطيب اتصل بامام عاشور واقنعه بالمجيء والمجيء الى النادي الاهلي. والصفقة كانت كلفت النادي الاهلي 50 مليون جنيه اعارة لمدة سنة، عشان يطلع كابتن احمد شوبير ويسخر من كل كلام خالد الغندور وينفيه، عشان يجي النهارده بعد خالد الغندور ما رد على كابتن احمد شوبير برضه بسخريه، عشان يجي النهارده كابتن خالد الغندور ويقول لك ان عوده عاشور للزمالك صعبه، وان الاهلي اراد ضمه وبيراميدز الاقرب. يعني بيقول لك ايه بقى؟ ان صعب يروح للزمالك، وبرضه دلوقتي ان النادي الاهلي كان عايز يضمه بس مش هينفع يضمه، والاقرب دلوقتي بيراميدز بعد ما كان الاقرب النادي الاهلي وكان خلاص خلص الكلام. اكد خالد الغندور عضو اللجنه الفنيه بالزمالك صعوبه امكانيه عوده عاشور الى صفوف الفريق، مشيرا الى ان بيراميدز الاقرب لضم اللاعب خلال فتره الانتقالات الصيفيه رغم اهتمام الاهلي في وقت سابق. عاشور انتقل من الزمالك الى ميتلاند مقابل 3 مليون دولار خلال فتره الانتقالات الشتويه بيناير الماضي. قال غندور في تصريحات لقناة اون تايم سبورت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ان امام عاشور لم يتأقلم مع ميتلاند، عامل اللغة عائق كبير والمدرب تغير ولا يوجد تفاهم بين الطرفين على الاطلاق. واضاف عضو اللجنة الفنية بالزمالك اكثر من نادي دخل في مفاوضات مع ميتلاند لضم عاشور، والنادي الدنماركي لديه رغبة في بيع اللاعب. وتابع خالد الغندور وقال ان ميتلاند انفق 3.5 مليون دولار على امام عاشور، سواء قيمة صفقة انتقاله او راتبه، ويرفض ان يخسر امواله، اما ان يبيعه بنفس القيمة كاش او ان يعيره بنية البيع مقابل 1.3 مليون دولار، على ان يكون خيار الشراء في نهاية الاعارة مقابل 2.7 مليون دولار. هنا الإجمالي سيكون 4 مليون دولار. وكشف الغندور إن الأهلي أراد ضم إمام عاشور، وبيراميدز دخل بقوة في المنافسة على الصفقة حيث عرض مبلغ كبير على اللاعب. وأوضح ظهير الزمالك السابق إن الأهلي كان قريبا من ضم إمام عاشور، لكن هناك مسؤولين بالنادي يرفضون الفكرة فضلا عن هتافات الجماهير في مباراة فيوتشر. وشدد الغندور على أن بيراميدز هو الأقرب لضم إمام عاشور في الوقت الحالي. وعن موقف الزمالك من استعادة اللاعب، رد عضو اللجنة الفنية: من الصعب أن يستعيد الزمالك خدمات عاشور لأسباب مالية. طبعا كلنا سمعنا في الأيام اللي فاتت إن خالد غندور قال إن إمام عاشور خلاص خلص مع النادي الأهلي سنة إعارة بأكتر من 50 مليون جنيه، وإن كابتن محمود الخطيب اتصل باللاعب شخصيا وأقنعه بالمجيء للنادي الأهلي، والموضوع خلص خلاص، عشان يجي النهارده وينفي كل الكلام، يقول كان في نية، كانوا عايزين، كان في ناس عايزين وناس مش عايزين. يا راجل ده انت قلت النادي الاهلي خلص خلاص مع امام عاشور والنادي الدنماركي ب50 مليون، والدنيا مية مية ومزقططة وفرحانة والموضوع خلص خلاص. المهم ما علينا، نروح بقى لمرتضى منصور. مرتضى منصور عنده قضيتين بكرة. تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية غدا الثلاثاء أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في القضيتين رقمي 100208 و 1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. مش هنخش في تفاصيل، مستنيين بكرة بإذن الله المحاكمة هترسى على إيه ونجيب لكم خبر المحاكمة وإيه اللي دار فيها. نروح بقى لكابتن محمود الخطيب ويوجه ضربة قاسية لأحمد حسام ميدو في موسم الانتقالات الصيفية. ما احنا عارفين دلوقتي ان احمد حسام ميدو بقى في اللجنة الفنية لنادي الزمالك، وبقى دلوقتي هو مؤسس الصفقات، او هو اللي دلوقتي بيدور على الصفقات سواء المدير الفني او اللاعبين لنادي الزمالك. يعني بقى ليه بعد الخلافات الكتيرة بين مرتضى منصور واحمد حسام ميدو، دلوقتي بقى حبايب وفي لجنة واحدة وفي نادي واحد والدنيا حلوة وسمنة زي العسل او سمنة على عسل.
فكابتن الخطيب بيوجه ضربة قاضية وقاسية ضد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك بعد الصفعة التي وجهها له من خلال نجم الدوري المصري خلال الفترة الماضية. وكان يسعى ميدو أن يضم محمد رضا بوبو من صفوف فيوتشر، وقام بمخاطبة اللاعب من أجل الموافقة على العرض المادي للزمالك والذي كان قريبا من العرض الأهلاوي، ولكن اللاعب قام باتخاذ قرار صارم وشدد بوبو لميدو على أنه لا يسعى إلى التواجد في الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأنه يفضل العرض الأهلاوي وينتظر آخر التطورات الجارية خلال الفترة الحالية مع فريقه والمسؤولين في القلعة الحمراء. ورى الفريق الكروي الأول القلعة الحمراء بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن بوبو أحد أبرز اللاعبين في الدوري المصري وسوف يكون مميزا من الجانب الأساسي. ومن المقرر أن يتعاقد الفريق الكروي الأول القلعة الحمراء مع بوبو بعد الاتفاق مع ناديه وإثر تمسك اللاعب بالعرض المقدم من جانب الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء وتفضيله على الجانب الزملكاوي. وكانت صدمة كبيرة من جانب بوبو لأحمد حسام ميدو نظرا لأنه كان يتطلع بأن تدخله سوف يلغي الموافقة الخاصة من جانب الكابتن بوبو على انضمامه في ظل عدم حسم الأمور حتى الآن. ومن المقرر أن تدخل العديد من الصفقات في الصفقة التي سوف يحصل عليها الأهلي، وأبرزها طاهر وعدد آخر من اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الرسمية للفريق بقيادة مارسيل كولر. يذكر أن الفريق الكروي الأول القلعة الحمراء يسعى إلى خوض موسم من الانتقالات الصيفية على حر من الجمر، وذلك بعد عدم التعاقد مع لاعبين مميزين في خط الهجوم في موسم الانتقالات الشتوية الماضية. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بنشكركم شكرا جزيلا، ولو حضرتك مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، يسعدنا يعني وجودك معانا. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.